قُلت المرّة دي أعمل حاجة جديدة وأتكلّم عن حاجة مواكبة للفترة اللي إحنا عايشين فيها، وبما إننا الحمد لله يعني داخلين على شهر رمضان، كل سنة وأنتم طيبين، أو الفيديو ده بالفعل هينزل في رمضان، فده أنسب وقت نتكلّم فيه عن عمارة المساجد. أنا عارف إن صعب ييجي لك مشروع تصميم مسجد خصوصًا في وقت الدراسة، بس وارد جدًا ييجي لك مشروع من ضمن مكوناته مسجد أو مُصلّى، فمهم جدًا نعرف أُسس تصميم المساجد أو عمارة المساجد، وحقيقي أنا أضمن لك إنك إن شاء الله هتستفيد من الفيديو ده جدًا حتى لو حد مش في هندسة أصلًا، لأن هي برضه معلومات مهمة بالنسبة لنا كلنا كمسلمين، فاربطوا الأحزمة ويالّا بينا. مساء الفل يا شباب. مبدئيًا كده لازم كلنا مع بعض نعرف معلومة مهمة جدًا بعيدًا عن العمارة، أو هي بصراحة هتخدم على العمارة برضه. إيه الفرق بين المسجد والجامع؟ باختصار المسجد هو أي مكان مخصص للسجود وإقامة الصلوات الخمسة، ممكن يبقى في أي مكان وضمن أي مشروع. يعني مثلًا ممكن يبقى مساحة صغيرة جدًا نسبيًا موجود جوه مبنى إداري أو شركة. إذًا أي مساحة مهما كانت صغيرة بس مخصصة للسجود فهي مسجد. أما الجامع فهو المسجد الجامع اللي بيقام فيه صلاة الجمعة، وطبعًا بيبقى أكبر وبنسبة 99% بيكون ليه مأذنة، وهتعرف ليه أنا قُلت بنسبة 99% في الفيديوهات اللي جاية. إذًا نستنتج من الكلام ده إن كل جامع مسجد وليس كل مسجد جامع. إحنا اتفقنا إن بيبقى في 4 أسئلة لازم نسألهم قبل ما نجيب أُسس تصميم أي حاجة في الدنيا، بس قبل ما نسأل ال4 أسئلة دول لازم نعرف إيه هو المعيار الأساسي لتصميم المسجد، ألا وهو القبلة. أي مكان موجود على الكرة الأرضية هتصمم فيه مسجد أو جامع لازم يكون متوجه للكعبة، ولذلك أصبح عندنا أولوية قصوى وهي التوجيه. بعد كده بقى ممكن نتكلم. طيب نفتكر مع بعض كده ال4 أسئلة اللي إحنا بنسألهم وإحنا بنجيب أُسس التصميم، وهُم المكان ده بيتصمم لمين؟ المكان ده بيتعمل فيه إيه؟ إيه مكونات المكان ده؟ وإزاي أربط المكونات دي ببعض؟ أول سؤال وهو بنصمم المكان ده لمين؟ والإجابة واضحة جدًا، إحنا بنصمم المكان ده لكل المسلمين من جميع الفئات والأعمار، رجالة وستات. هناخد بالنا بقى من السؤال الأول إن إحنا لازم نفصل الرجال عن السيدات، وإن إحنا لازم نعمل مساحة مخصصة لكبار السن عشان يصلوا وهُم قاعدين. فاستفدنا من أول سؤال حاجتين، من أهم الحاجات اللي إحنا لازم نعرفها في تصميم المسجد إيه هي الحاجة اللي إحنا بنقدر نقيس عليها مساحة المسجد، أو المسجد ده يستوعب عدد مصلين قد إيه، وهي اليونت بتاعة المصلي. المصلي بيحتاج 0.8 في متر 20، دي بالضبط أبعاد سجادة الصلاة اللي بتبقى موجودة في المسجد، وبالتالي نقدر ناخد بالنا إن كل مصلي بيكون نصيبه متر مربع، وبكده نقدر نجيب المسجد ده يستوعب قد إيه. وبتبقى أشهر الأشكال الهندسية اللي بيتصمم بيها المسجد إما المربع أو المستطيل. بنبعد تمامًا عن أشكال شبه المنحرف والأشكال الدائرية اللي بتخلي في اختلال في الصفوف، لأن ده مسجد وإحنا بنصلي فلازم تكون الصفوف مستقيمة. حاجة كمان لازم تعرفها إن لو المسجد اللي أنت بتصممه ده مستطيل فلازم يكون الضلع الأكبر موجه للقبلة عشان الصف يكون فيه عدد أكبر. يبقى عرفنا كده إن إحنا أولويتنا التوجيه عشان القبلة. أما بقى بالنسبة للشمس والرياح فالحاجات دي بتتعالج، بنستخدم لها معالجات زي مثلًا كاسرات شمسية أو مشربيات، فبيكون الكلام ده سهل، بس إحنا أولويتنا في التوجيه عشان القبلة. ومساحة مصلى السيدات بتكون 5% من مساحة مصلى الرجال. لما نيجي نجاوب على تاني سؤال وهو المكان ده بيتعمل فيه إيه، فالمكان ده مسجد الناس بتصلي فيه وبتتعلم فيه، لأن زمان مثلًا جامع زي الجامع الأزهر كان بيستخدم كمنارة علم، يعني كان في ناس بتروح تتعلم هناك. ولكن خلينا نقول كده بشكل عام إن المسجد الناس بتصلي فيه، تتعلم فيه، وممكن يبقى فيه دور مناسبات سواء بقى العزا أو كتب كتاب. فممكن يبقى في جامع كبير فيه مثلًا كذا قاعة مناسبات، سواء بقى كتب كتاب أو عزا. طب إيه هي الحاجات اللي بتميز شكل المسجد، اللي بتخلي أي حد ماشي كده يعرف إن ده مسجد؟ حاجة زي المأذنة، والمأذنة عنصر بصري مهم جدًا عشان لو حد مثلًا واقف على مسافة بعيدة وعايز يعرف المسجد فين، فيقدر يبص كده في العالي يعرف إن في مأذنة، يعرف إن في جامع هنا. زمان كانت المأذنة طبعًا بتستخدم عشان المؤذن ينادي والناس تسمع الأذان وتروح تصلي، ولكن دلوقتي استخدامها عبارة عن عنصر بصري، وبرضه تعتبر تستخدم لنفس الغرض اللي كان بيستخدم زمان، لأنها بيتعلق عليها الميكروفونات عشان الناس تسمع من مسافة بعيدة. ولازم لو هنبني جامع كبير يكون ليه ساحة مكشوفة عشان يقام فيها صلوات زي صلوات العيد والتراويح، لأن صلاة العيد يستحسن إنها تكون في ساحة. لو عايز تشوف مثال حي على الموضوع اللي أنا باقوله ده، فعندك مثلًا لو رُحت شارع المعز قبل كده مسجد الحاكم بأمر الله، فهو في ساحة كبيرة جدًا مكشوفة، دي توضح اللي أنا باقوله. القبة أحد أهم العناصر اللي بتميز شكل المسجد، وهي عنصر روحاني. أنت وأنت قاعد في المسجد من جوه وأنت بتبص على القبة كده وفيها زخارف، والزخارف دي بالمناسبة خالية من الحيوانات
اعلانات او اي حاجه تشتت المصلين، بتكون الزخارف دي عباره عن اشكال هندسيه او حروف عربيه زي مثلا ايات قرانيه بخط عربي اصيل. والاشكال الهندسيه المشهوره في المساجد هو الشكل الثماني والنجمه الاسلاميه. واوعى تتلخبط عشان انت فاهم انا قصدي ايه كويس. النجمه الاسلاميه دي بتبقى عباره عن مربعين في بعض، الثانيه دي مالناش دعوه بيها. السؤال الثالث، المكان ده مكوناته ايه؟ وهي ببساطه مساحه المصلى او المكان اللي فيه سجاجيد الصلاه. بالمناسبه مصلى السيدات اما بيكون في الدور الثاني ميزانين، اللي هو الدور اللي فوق الدور الارضي ميزانين، او بيكون خلف الرجال، خلف مصلى الرجال. وطبعا بيكون مفصول من حيث الرؤيه، يعني دول ما يشوفوش دول. الخدمات زي مكان الوضوء والحمامات، وبالمناسبه دول بيتفصلوا عن بعض. يعني مثلا الحمامات تعتبر مساحه غير نظيفه، اما مكان الوضوء فهو مساحه نظيفه. مكان الوضوء بيبقى مفصول عن الحمامات. وثالث حاجه قاعات للمناسبات، زي ما قلنا ممكن يكون ده جامع كبير زي مثلا جامع الرحمن الرحيم، فهو هيكون في دور للمناسبات سواء للعزاء او لكتب الكتاب. ممكن جدا الجامع اللي انت بتبنيه ده يكون فيه عيادات طبيه. اخر سؤال معانا وهو ازاي بنربط المكونات دي ببعضها. وهنبدا اول حاجه واهم حاجه المداخل والمخارج بتاعه المسجد. اولا كده كل 300 مصلي لازم يكون ليهم مدخل، والمدخل ده ما يقلش عن متر ونص. اذا كل ما المسجد ده يكون بيستوعب عدد مصلين اكبر، كل ما المداخل والمخارج هتكون اكبر. طيب المداخل والمخارج دي بقى بتكون فين؟ بتكون في اي ضلع من الاضلاع ما عدا ضلع القبله. ضلع القبله اللي هو بيكون فيه الامام ده ما فيهوش اي باب. اذا انت معاك الثلاث اضلاع التانيين، وبيستحسن يكون المدخل الرئيسي اللي هو الاكبر في الضلع الاخير، عشان الناس اللي داخله الجامع متاخر ما تعطلش الصفوف، فيبقى اللي داخل متاخر هو اوريدي هيقف في اخر صف. فيبقى المداخل كده بتتحط يا اما في الضلع اللي ورا اللي في ظهر المصلي، يا اما في التلت الاول من الضلعين التانيين، لان برده ما ينفعش يبقى قريب من ضلع القبله او في النص، الا اذا كان المسجد على هيئه مربع، ساعتها هيكون في النص اجباري. بالنسبه للشبابيك اللي بتكون موجوده في المسجد، فما ينفعش ارتفاعها يقل عن متر، وما ينفعش يكون الشبابيك دي بتشتت المصلي باي شكل من الاشكال. ويستحسن تكون 20% من الشبابيك دي بيتفتح ويتقفل عشان التهويه. حاجه مهمه نسينا نقولها في موضوع الابواب بتاعه المسجد بتتفتح لبره عشان تسهل على الناس وهي خارجه. طيب بالنسبه للحائط بتاع القبله ده بيكون في ايه؟ ده بيكون في المحراب اللي هو مخصص للامام، وبيكون جنب المحراب على اليمين المنبر، وده بيكون ارتفاعه في مكان كل المصلين يكونوا شايفين الخطيب وهو بيخطب في صلاه الجمعه. وطبعا مش معنى ان احنا قلنا كل الشروط دي ان المساجد كلها هتبقى شبه بعض، لان كل مسجد مبني في دوله بيعبر عن شخصيه الدوله دي، والكلام ده هنعرفه في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. وبس كده يكون خلص فيديو النهارده. ما تنساش لو انت مهتم بالمحتوى المعماري والمحتوى البصري بشكل عام تعمل اشتراك لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجايه. ولو انت شايف ان الفيديو يستحق النشر ساهم في انتشاره واعمل لايك وشارك الفيديو مع اصحابك. بس كده شكرا جدا، سلام.